حاليا ودابا بمواقع التواصل الاجتماعي نقدر روينا نقدر بالبلد ديال نيتا الدراري. كما كتلاحظوا معايا الدراري، كيليان مبابي لاح واحد الميساج، لاح واحد التغريده يعني عبر تويتر، قال لهم بان الا طرات شي حاجه لاشرف حكيمي راه ما غادي نعقل على حتى شي واحد، يعني ما غادي نرحم حتى شي واحد. واش عرفتوا الدراري اش كيقول هكا ولا ما عرفتوش؟ لحقاش اشرف حكيمي كيحسبوه بحال خوه وشي حاجه اكثر من خوه. كما كتلاحظوا معايا كيليان مبابي قال اشرف حكيمي غادي نساعدك ماديا ومعنويا وغادي نوقف معك في السراء والضراء، يعني اي حاجه وقعت لك غادي نوقف معك فيها، وإلا اقتضى الامر وما كنتيش اغتصبتي فعلا يعني ما درتي والو غير تهموك، راه غياخذ واحد الموقف اللي هو عنيف ضد فرنسا. هي خابله ولكن ما غاديش يعقل علينا. قال لهم بانه غادي يبدل الجنسيه وبانه شنو ما غاديش يبقى يلعب مع المنتخب الفرنسي، يعني غادي يعتزل بصفه نهائيه. فاذا مبابي يعني الام ديال كيليان مبابي قالت للرئيس ديال ريال مدريد، قالت ليه الا بغيتي تدي ولدي كيليان مبابي ضروري خاصك توافق على هذا الشرط. وهذا الشرط هذا شنو هو؟ يعني قال ليه غتدي معاه اشرف حكيمي، يعني لو وافقتي على اشرف حكيمي تديه بجوج، يعني غيدي اشرف حكيمي وغادي يدي كيليان مبابي. وكما كتلاحظوا معايا الدراري هنايا كاملين بغيتكم تنزلوا تعليق وتقولوا لي واش اشرف حكيمي فعلا انه اغتصب ديك البنت ولا غير اشاعه، وقولوا لي واش هذه مؤامره يعني من فرنسا ضد المغرب ولا يعني ما عرفتش، يعني مازال شويه ديال التخرود هنا الدراري. هما اول حاجه انا وجهه النظر ديالي لا اظن ان اشرف حكيمي غادي يكون يعني اغتصب ولا دار شي حاجه، لحقاش هو راه عنده المراه ديالو، ما كنظنش انه غادي يمشي عند شي موسخه ولا شي حاجه بحال هكا، يعني هو راه عنده مرته وعنده ولده. يعني انا وجهه نظري ديالي ما كنظنش ان اشرف حكيمي غادي يكون مشى، ولو يقتضى الحال ونقولوا انه اغتصبها راه بالاراده الدراري، ما كاينش شي حاجه ماشي بالاراده راه ما كايناش شي حاجه بلا اراده، راه توالي يكون عطاها الفلوس ما نعرف الله اعلم. المهم حنا ما عارفين والو الدراري، وداك الدراري كيبقى ولد البلاد ديالنا ضروري خاصنا ندافعوا عليه. وانا وجهه نظري هذه غير مؤامره من فرنسا يعني ضد المغرب، لحقاش خرجت من القاره الافريقيه وما بقات فرنسا مستعمره حتى وزه، حتى شي حاجه ما بقات مستعمرها فرنسا، لذلك دارت هكا. يعني تهمات النجوم، يعني تهمات في مجال الفن سعد المجرد، وفي مجال الرياضه اشرف حكيمي بتهمه الاغتصاب. علاش بغاو غير يضيعوا الصوره ديال المغرب؟ المهم داكشي ديال التخرويض والسياسه الدراري راه صعيب علينا والله صعيب علينا. المهم انا وجهه النظر ديالي هذه غير مؤامره، اشرف حكيمي راه ما غادي يكون دار والو. كامل بغيتكم تنزلوا تعليق وتقولوا لي واش اشرف حكيمي فريمون غادي يكون دارها ولا ما دارهاش. انا وجهه نظري ما يديرهاش، علاش؟ لحقاش اصلا عنده المراه ديالو وعنده ولده، الله اظن والعلم لله. بارطاجيو لا فيديو الدراري، فرقعوا بالبارطاج. انا شكون اللي عجبني بالروج ولا شكون اللي عجبني كيليان مبابي، علاش؟ لك ماشي ولد البلاد، ماشي مغربي هذاك، لا يعني مو من اصول جزائريه، ولكن يشوف على وقفه ديال الرجال اللي دار مع اشرف حكيمي. وكاملين ولاد الشعب كاملين بغيتكم توقفوا مع ولاد البلاد ديالنا، كلنا سعد المجرد وكلنا اشرف حكيمي. كاملين الدراري هاشتاغ سعد المجرد اشرف حكيمي، بغينا نوصلوها العالميه. العالم غادي يعرف بان فرنسا غير ورطاتهم وهما ما داروا والو. المهم الحباب، اي حاجه تحطها في السوشيال ميديا من زراس خونا غادي نشاركها معكم وغادي نشرحها لكم بالطريقه ديالي. يلا المهم نشوفكم شي لا فيديو جديد ان شاء الله، ديديكاس سبيسيال لكم الحباب.